هاتي البتنجان اللي عندك في التلاجة وتعالي نعمل أحلى وصفة بتنجان نعمل بيها غدا يحلفوا بيها من جمالها وحلاوتها وطعمها الخطير. لا مش بس كده، ده كمان هتعتمديها عندك على طول، لأن طعمها حكاية وخفيفة ومش بتاخد وقت ومش محتاجة جنبها غير شوية عيش وبس. هاتي البتنجان، أي كمية بتنجان انت عايزاه، وقطعيه مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنرش عليه شوية من الملح ونسيبه شوية على جنب علشان ينزل المية اللي فيه وما يشربش معانا اي زيت. وفي طاسة على النار فيها زيت هننزل بالبتنجان، بس اهم حاجة الزيت يكون سخن جدا علشان خاطر البتنجان معانا ما يشربش الزيت. بعد كده اول ما بياخد معايا اللون الذهبي القمر ده، وهنشيله على مناديل مطبخ او مصفى علشان يصفي اي زيوت فيه. وتقدري طبعا تحمريه في الفرن او الاير فراير زي ما تحبي. طاسة على النار فيها نقطة زيت بسيطة، بنزل عليها ببصلاية متقطعة مكعبات صغيرة واديها تشويحة كده من غير ما لون البصل يغير معايا. وبعد كده بنزل بثلاث فصوص من الثوم. كمية البتنجان اللي معايا هم حبتين بس من البتنجان، تقدري طبعا تقللي تكتري براحتك. بعد كده اول ما ريحة الثوم معايا بتطلع مع البصل، بنزل بمعلقة صغيرة من هريسة الشطة. وبعد كده بنزل بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم، هديها تشويحة كده لمدة دقيقة على نار عالية. بعد كده بنزل بفلفل رومي بارد متقطع مكعبات، يعني حوالي كده حبتين من الفلفل الرومي وثلاث حبات من الطماطم المتقطعة مكعبات صغيرة. والكمية دي مناسبة جدا لحبتين البتنجان. طبعا لو هتزودي في كمية البتنجان هتزودي في الطماطم وكمان الفلفل، وتقدري تضيفي فلفل حار متقطع هيبقى طعمه خطير. وبعد كده هنزل بالتوابل، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل الأسود، الكزبرة الناشفة، الكمون، معلقة صغيرة من السكر. كل دوت هديله برضو تقليبة على نار عالية. بعد كده هنزل بربع كوباية من المية، وكل ده احنا شغالين على نار عالية. وأول ما تاخد غلوة بهدي النار وبغطيها واسيب الطماطم تستوي معايا. بعد 5 دقايق كده الطماطم استوت وبقت زي الفل. هنزل بالبتنجان بتاعنا واديله تقليبة خفيفة كده، مش اكتر من دقيقتين على النار. مش عايزين البتنجان معانا يتهري، ولو لقيته الصوص تقيل ممكن تزودوا له شوية من المية وغلوة كده على النار لمدة دقيقة وهتبقى زي الفل. كده معانا بقى الوصفة خطيرة في منتهى الجمال. تعالوا بقى نزود الحلاوة والطعمة بتاعتها برشة كده من الطحينة في نفس الطاسة، وبعد كده عصرة من الليمونة بتديها طعم خطير، ورشة من البقدونس أو الكزبرة. وكده جاهزة معانا أحلى وصفة للبتنجان. أتحداكي لو عملتيها وما عجبتكيش، مستنية رأيكم في الكومنتات. وما تنسيش تعملي لايك وشير للوصفة عشان الكل يستفيد. ومتابعة المطبخ بيبو، بحبكم جدا في الله وبألف هنا، وربنا يحسن ما بين إيديكم.